لم يكن فعل الخير في الكويت مرتبطا بحال الغنى والميسرة، بل عرف به أهل الكويت منذ عهود مبكرة. هذا يوسف الصبيح ويوسف البدر أغاث الناس في سنة الهيلق يوم الجدب والقحط، وهذا جاسم الإبراهيم منحته الدولة العثمانية وساما عاليا لجهوده وتبرعاته السنية. وهذا فرحان الخالد أحد أكبر مؤسسي العمل الخيري المشترك، والذي قام بتأسيس الجمعية الخيرية الكويتية والمدرسة المباركية. وهذه شاه الصقر تبرعت أضعاف تبرع أهل الكويت في سنة 1936 لأهل فلسطين. وهذا الشيخ عبد الله النوري الذي كان يدور الدنيا يأخذ زكوات الكويت وصدقاتهم يوزعها. وهذا عبد الله العلي المطوع حول صحراء في الصين إلى قرى زراعية مأهولة بالسكان بآبار حفرها وأشجار غرسها. وهذا أسطورة العمل الإغاثي فاتح إفريقيا في العصر الحديث الدكتور عبد الرحمن السميط الذي أسلم على يديه الملايين. وهذا عبد الله المسيلم الرشيدي أبو الأيتام الذي كان يكفل مئات الأيتام في كل عام. وهذه صاحبة مشروع طبق الخير أم الخير غنيمة المرزوق الذي بلغت تبرعاتها الدنيا، رحمهم الله جميعا. لكم الحق أن تفتخروا بهذه العصبة الطيبة الطاهرة من بلغت أعمالهم وحسناتهم الدنيا حاضرة وسائرة. إذا سئلوا لم يبتغوا المال وجهة، ولم يدفعوا في صفحة الحق بالعذر، من البيض بسامون والعام كالح جدوبا ومطارون في الحجج الغبر. مغاوير في الجلا مغايير للحمى، مفاريج للعمى مداريك للوتر، وتأخذهم في ساعة الجود هزة كما مايل البطراب من نزوة الخمر. تحول العمل الخيري الكويتي من فرد إلى ثقافة سائدة، وأفعال الرجال والنساء على ذلك شاهدة، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. العمل الخيري الكويتي سببا من أسباب رفع البلاء، فقد حفظنا الله وصرف عنا مكر الماكرين وشقاء الأشقياء. قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء.